ألف مبروك للزملكاوية وكل اللي بيحبوا الزمالك. فوز غير متوقع على بيراميدز بالمرة، بس هي دي روح الزمالك اللي عارفينها طول عمرنا، اللي معادن اللعيبة فيه بتبان لما بتتحط تحت ضغط. مهما كان، مهما تقول لي اللعيبة هتقبض فلوس مش هتقبض فلوس، اللعيبة التانية بياخدوا فلوسهم أول بأول، وممكن يكونوا بياخدوا مكافآت أصلا قد الفلوس اللي بياخدوها لعيبة الزمالك، ومع ذلك الزمالك بيلعب عليهم ماتش وكل الاصابات اللي عنده دي، وكمان ينزل الماتش ويحصل له اصابتين في الملعب ويطلع تغييرين اضطراريين، وبرضه الزمالك بيكسب. عواد بطل المباراة بلا نزاع، وكأن القدر بيقول لنا ان محمد صبحي في الماتشات الكبيرة ما بيقدرش ان هو يشيل الزمالك. القدر بيبعت لنا رسالة بيقول لنا ان عواد لازم يستمر في الزمالك. انت غلطت في ان انت تجيب المهدي سليمان، ماشي تاني مفيش مشكله، المهدي سليمان لعيب كويس جدا، حارس مرمى كبير، مفيش مشكله تماما. زي عواد بالظبط، اللي انت هتقدر تمشيه، مشي المهدي سليمان وخلي عواد، لان عواد فعلا بقى جزء من تاريخ الزمالك الكبير. تحيه كبيره للكابتن احمد عبد الرؤوف اللي متولي المسؤوليه او الماتشين ليه، ومع ذلك بيلعب قدام بطل افريقيا وبطل السوبر الافريقي وبطل السوبر، يعني اقول ايه، بطل الكونكاكاف، ايه، بطل اسيا، بطل على اسيا في الثلاث قارات. ويعني تقريبا الفريق اللي صعد بسرعه الصاروخ في افريقيا، واللي اسمه بقى مكسر الدنيا، ومعاه مدرب مستقر اكتر من سنتين وشغال شغل عالمي. ما نقدرش نبخس حق بيراميدز، فريق كبير طبعا، بس الزمالك بالروح الفانيلا البيضاء والجماهير قدر ان هو يحط عليهم. طبعا هنتكلم فنيا، بس الحمد لله ان الزمالك كسب، وان شاء الله هنتكلم كمان ان الطريقه اللي لعب بيها الزمالك دي هل يقدر يلعب بيها قدام الاهلي ولا لا، وهنشوف معانا بالتحليل. طبعا الزمالك لعب امبارح بعواد، عمر جابر، محمد اسماعيل، ونش، احمد فتوح، بنتايج، ربيع، شحاته، عدي، وفوقيهم ناصر ماهر حر، بيتحرك حر قدامهم في المنطقه دي، وقدام عمرو ناصر. وكأن الزمالك كان بيلعب امبارح مش 4 2 3 1، بل بيلعب 4 4 1 1، مع ميل الفريق ناحية الكورة. يعني ايه ناحية الكورة؟ يعني الكورة بتاعتنا لو هي بتتلعب الناحية دي، تلاقي الوينج ده عمل كده، واللعيب التالت يخش في نص الملعب ويزيد حاجة بسيطة، وهكذا. الكورة لو هنا هيحصل نفس الحكاية، اللعيب ده بيزيد واللعيب التالت بيخش في نص الملعب ويحصل نفس الحكاية. فكرة بنتايج ان هو يلعب في المنطقة دي، وتكرار للي حصل في ماتش طلائع الجيش، طبعا كان عشان يوقف الشيبي، لان الشيبي تقريبا هو اخطر لعيب في بيراميدز. بيراميدز كله بيلعب على النقطة دي، ان هو يقدر يكون لعب هنا، ويفضل يجمع لعب في المنطقة دي بتاع محمد حمدي عشان يفضي الشيبي، ومرة واحدة الكورة بتتلعب له في العكسية، فهو يقدر يعملها كروس داخل المنطقة. وما بيعملهوش كروس داخل المنطقة على، يعني دايما مايلي بيبقى موجود وبيكمل معاه الكارتي في المنطقة ان هو يلعب بالهيد، بس دايما الكروس بيروح على البعيدة. سواء الكروس هيتعمل من محمد حمدي، بيتعمل الكروس على الوينج، فيقدر ان هو يعملها عكسيه تخش يدخلها داخل المنطقه عشان اللعيب اللي جاي، اللي اصلا متمركز جوه المنطقه يتمركز صح ويحطها جون، او من الناحيه دي ويلعبها على الوينج ده، وهكذا. وكانت اخطر كوره عندنا اللعيب الاجنبي بتاعهم اللي ضيعها في اخر الماتش، اللي حطها فوق في السماء، والكروس كان معمول على البعيد، ومهند لاشين الحمد لله ان عمر جابر كان طالع معاه، لانه لو ما كانش طلع معاه كان اصلا هو هياخدها بالهيد، فضيعها عليه. فالحمد لله ان هي جت للوينج اللي حطها في السماء. وكأن القدر بيبعت رسالة للزمالك ان حتى الكورة اللي بيتقنها بيراميدز واللي بيكسب بيها تقريبا اكتر من 70% من ماتشاته، الحمد لله ربنا سترها مع الزمالك. طبعا ناصر ماهر كان هو نجم المباراة مع احمد عبد الرؤوف طبعا، والونش ومحمد اسماعيل. ليه بقول الرباعي ده؟ الونش ومحمد اسماعيل امبارح
كانوا يعني متمركزين على 2 لعيبه خطيرين جدا، هم مايلي ووليد الكارتي، والاتنين دول يعني لاعبين افريقيا بالكامل وبيلعبوا بطريقه فيها سلاسه وبيقدروا يطلعوا بالكوره صح. الراجل ده اللي هو مايلي ده دايما بيبقى خطر جدا وبيقدر يبقى محطة وكمان شويط وبيلعب بالهيد كويس، فمهاجم متكامل. فانت عشان توقفه وكمان توقف الراجل اللي جاي من تحته، دي بتبقى محتاجة 2 سيرد باكات صراع جدا اقوياء ذهنهم حاضر. فالونش ومحمد اسماعيل امبارح كانوا ما شاء الله عليهم. لو هنتكلم على فتوح، فتوح ابتدى يفوق طبعا، ابتدى يرجع لمستواه، وان شاء الله يعني نتمنى ان هو يبقى مستواه افضل وافضل باذن الله وينضم للمنتخب. عمر جابر عمل اللي عليه على قد ما يقدر طبعا. عمر جابر يعني ما بنطلبش منه اكتر وما بنطلبش منه اقل، لان هو دايما مستواه المتوسط بتاعه 7/10 بيقدمه في كل الماتشات، وهو ده المستوى. على الاقل بيديلك مستوى ثابت تقدر تعتمد عليه دفاعيا وتقدر تعتمد عليه في بعض الحالات هجوميا. عدي الدباغ ما كانتش ماشيه معاه قوي الكوره، ويعني لعبه على الوينج هو ممكن يفيدنا شويه ان هو اشول فيقدر يخش لجوه، بس طريقه اللعب نفسها وان احنا بنلعب قدام بيراميدز ما ساعدتوش ان هو يبان في افضل حال. بنتائج طبعا مع جبهه فتوح بيعملوا جبهه كويس جدا. كذا كوره بنتائج كان بيهرب فيها وكان بيحط ايده على دماغه دايما بعد الكوره، كانت الكوره بتبقى هنا متحوله مع محمد شحاته او عدي الدباغ، ودايما بيفكروا ان هم يلعبوا على ناصر ماهر ويطلعوا على ناصر ماهر او عمرو ناصر، وما بيشوفوش الزاويه العاميه عند بيراميدز اللي دايما كان بيخش فيها بنتائج وبيزيد في الحته دي. لو حد بصله مرتين في المرتين او 3 اللي هرب فيهم، كان على الاقل خالص شاط واحده خطيره جدا وكانت ممكن تبقى هدف، بس ولا مره حد بصله. ودايما كان الحل الاولاني ان هم يلعبوا على ناصر ماهر او عمرو ناصر، او الكره اللي محمد شحاته راح مشلتها وضيعها في الشوط الاولاني اللي راحت عند الجمهور دي. محمد شحاته لو بصينا على الكره ديت وهو بيشوطها بالظبط، لو بص على بنتايج فاتح فين وبصها له، كان هيبقى اخطر من محمد شحاته كتير في الشوط. فالحمد لله يعني على كل حال. المهم ان التغييرين دولت على قد ما هم كانوا اصابات والكلام ده، بس على قد ما هو برضو ظبطوا الملعب شويه، مفيش مشكله. يعني بنتايج كان نفسي هو اللي يكمل، ممكن كان وليد الدباغ اصلا يخرج حتى لو مش مصاب. احمد ربيع طبعا لما طلع ونزل عبد الله السعيد، ابتدينا نمسك كوره شويه وابتدينا نلعب كوره، وابتدى شكل الزمالك يبقى افضل شويه في ان هو يمسك كوره ويبتدي يطلع على الناس. عمرو ناصر كان عامل ضغط ممتاز، ما عندوش مشكله خالص ان هو على قد الماتش كان عامل ضغط ممتاز طبعا على 2 سيرد باكات، على قد القدرات اللي هو فيها، وكمان عدم التكمله من الوينجين بشكل صحيح. الفكره كلها ان الزمالك امبارح كان بيلعب بالطريقه دي عشان احمد عبد الرؤوف يقدر يقفل على الباكين اللي هم دايما مصدر الخطوره بتوع بيراميدز، سواء محمد الشيبي او محمد حمدي، يوقف لهم دايما 2 ثابتين تحت الكوره، بحيث انه على الاقل خالص وانت بتجمع لعب هنا، حتى لو انت مش هتاخد، حتى لو انت مش منضم للعب، يعني لو الكوره هنا فدايما هتلاقي الوينج العكسي دايما واقف بس محلق كده ايه على الباك اللي هو الشيبي مثلا اللي هنا، وهكذا برضو لو هو الكوره الناحيه دي هتلاقي ده واقف في الناحيه دي كده، بيخش تالت في الملعب ويحلق على الباك اللي هو محمد شمال. الوينجين ما بيعلقوش قدام ومفيش حاجه اسمها مرجعش، فهو كان عامل الخطه دي عشان يقدر يقفل على الباكين اللي دايما بيطيروا بيبقوا هم مصدر خطوره بيراميدز، وفي نفس الوقت يقدر يطلع على ناصر ماهر اللي عمل مباراه عمره امبارح، وكان ما شاء الله كان في رشاقه وفي حيويه في نص الملعب ويقدر يتحرك ويعمل الشغل بتاعه. طبعا المباراة كانت فيها أوقات كتير عصيبة على الزمالك، وإن هم كانوا بيضغطوا علينا في فترات معينة فيها حوالي يعني ممكن يبقى 5 دقايق ورا بعض عاملين ضغط عالي، والكرة والونش يطلعها بوشه من قدام الستة ياردة، وفتوح يعمل جرينتا كده وتيجي الكرة فيه من شوط مايلي. يعني هم فريق خطير، فالحمد لله ان الزمالك قدر يتعامل مع الفريق اللي هو المفروض دلوقتي صاعد بسرعه الصاروخ في افريقيا، ويقدر الزمالك يقول كلمته في ان هو قادر
مع كل محنه ان هو يكون فريق قوي. طبعا الحمد لله قدرنا نوصل، او احمد عبد الرؤوف قدر يوصل بالمباراه لضربات الجزاء، وواضح جدا ان هو كان مركز على ان الماتش يوصل لكده، او ان احنا نخطف جون طبعا اثناء المباراه. واللعب على محمد عواد اللي اصبح عقده للفرق المصريه في ضربات الترجيح. وواضح طبعا من ان الزمالك جاب الخمس ضربات جزاء ان هو، او ضربات الترجيح انه كانوا متدربين عليها كويس جدا. قدر احمد عبد الرؤوف يوصل ببر الامان بالمباراه، وان هو يوصل المباراه النهائيه. مع وجود الاصابات دي انا شايف ان هي نفس الخطه يبتدي يلعب بيها قدام الاهلي، مع تحفظ ان الباكين بتوع الاهلي مش بنفس خطوره الباكين بتوع بيراميدز. فلازم يكون على الاقل خالص وينج منهم، لو الاثنين ان شاء الله انا عرفت ان هم اصابتهم خفيفه، لازم يكون فيهم وينج على الاقل متحرر شويه، ويختار يعني يختار وينج واحد هو اللي يكون متحرر، والتاني دايما بيقف عشان ما يعملوش زياده عدديه علينا. ومتهيألي بنتاج ان شاء الله هيرجع، هيبقى هو الوينج المحافظ شويه قدام محمد هاني، لان محمد هاني اخطر من كوكا لو لعب، يعني لو بيزيد اخطر من كوكا لو بيزيد، مع ان المفروض كوكا لعيب نص ملعب فلما يزيد يبقى مؤثر اكتر، بس هو بيؤدي في مراكز باك الشمال، مش لاعب مركز شمال او باك شمال حقيقي، عشان كده ما بيقدرش يقدم الواجبات بالكامل. فانا متهيألي ان احنا نقفل على جبهه محمد هاني اللي في الغالب هيبقى قدامه هيلعب زيزو او بن شرقي زي ما حصل في الماتش بتاع الاهلي. الجبهه دي هتبقى خطر جدا، لازم فعلا فتوح وبنتايج يقف فيها. الناحيه التانيه انا رايي الماتش ده محتاج ان يكون على الاقل وينج بيلعب برجله الشمال، وما يكونش عدي الدباغ. عدي الدباغ ممكن نستغله في الضغط العالي، يعني عدي الدباغ في الخطه ديت لو هو لعب مكان عمرو ناصر قدام ماتش الاهلي بيتهيألي هيأدي الضغط افضل من عمرو ناصر على الباكين، المفروض ان هم في حاله سيئه، او سرد باكات بتاعت النادي الاهلي اللي هم في حاله سيئه، وعدي الدباغ ممكن يبقى عنده خبره اكتر من عمرو ناصر في الضغط، فممكن يعمل عليهم شغل كويس. طبعا سامعين ان بزيرة ممكن يلحق والكلام ده كله، انا ما اظنش انه هيلحق، وحتى لو لحق هيلحق جزء من المباراه، فاحنا ما نعتمدش على كده. انا متهيألي الماتش ده مناسب جدا لعبد الحميد معالي لانه ملتزم جدا بالناحيه الدفاعيه، وكمان لما بيهاجم هو اصلا لاعب رقم 10، فيقدر الزمالك يطلع عليه او يقدر يخش في نص الملعب تاني مع ناصر ماهر ومحمد شحاته يخش، يبقى الفريق شكله بالشكل ده اكنه مثلث كده. يبقى هنا بنتايج، وهنا مثلا احمد ربيع ومحمد شحاته و ناصر ماهر، وعبد الحميد معالي يكون حر في المنطقه دي، بيرجع هنا وبيخش هنا شويه وهكذا، وده الدباغ هو اللي يقدم الضغط العالي. وننهي بالشكل اللي احنا نهينا عليه، ان هو يكون في سيف الجزيري في الاخر، يعني الناس دي ترهق من الاخر كده، عدي الدباغ عبد الحميد معالي يبتدي يرهق وبنتايج طبعا يبتدي يرهق دفاعات الاهلي، بحيث ان لما سيف الجزيري ينزل وعبد الله سعيد ينزل في التغييره زي ما حصل مع احمد ربيع كده، يبتدي الزمالك بقى يمسك كوره ويبتدي يلعب في ظهر الدفاعات اللي هم اصلا دفاع الاهلي دلوقتي متذبذب جدا، فتقدر تعمل كور من وراه لسيف الجزيري، وخصوصا لو نزل في الشوط الثاني وهو فريش كده في اخر مثلا نص ساعه هيقدر يعمل شغل كويس جدا جدا جدا. طبعا خط الدفاع زي ما هو عواد طبعا، حتى لو صبحي مصاب حتى لو صبحي رجع لازم عواد هو اللي يقف ويكمل البطوله، عشان خد الجو بتاع البطوله خلاص، ما ينفعش ان صبحي يلعب فيها حتى لو صبحي هيرجع اساسي بعد البطوله. فان شاء الله الزمالك انا شايف ان التغيير الوحيد اللي ممكن على الخطه او التغييرين ان عمرو ناصر يطلع وعداد الدباغ هو اللي يلعب مهاجم، والناحيه دي يكون عبد الحميد معالي هو اللي يلعب الناحيه دي. او لو عايز تغير تماما ممكن تخلي بقى محمد شحاته هو اللي يلعب يمين، وتخلي عبد الله السعيد هو اللي ينزل في نص الملعب جنب احمد ربيع، وبكده تبقى انت قفلت الجبهتين، ومحمد شحاته يقدر يهرب برده الهروب اللي بيعمله اللي انا قلت عليه الدور بتاع عبد الحميد معالي، انه يقدر يخش لاعب حر ويكمل على الوينج، وهو اصلا كان بيلعب الدور ده كباك يمين ويقدر يلعب كوينج يمين قدام محمد شحاته. يبقى انت كده قفلت الجبهتين بطريقه كبيره جدا، وفي نفس الوقت نص الملعب عندك ما وقعش، لان الناس دي ما هتبقى متحفظه هجوميا،
فدايما لما حد هيزيد التاني لازم هيقف، او هيزيد طبعا لو الهجمه تستحمل ان هو يزيد الونجين مع بعض. وطبعا هنسيب ناصر ماهر هو حر، هو بقى يبتدي يلعب على خط نص النادي الاهلي ويحاول يضربهم هو وعبد الله السعيد بالتمريرات بقى كويسه. لو قدرنا يعني نهرب عدي دباغ من وراهم او سيف الجزيري في الشوط الثاني، اظن ان الخطه دي هتبقى كويسه جدا. برضو في ماتش الاهلي ان انت لازم تعمل تحفظ. كلنا شفنا الماتش اللي فات في الدوري لما يانيك فريرا لعب ب 10 تحت الكوره، الاهلي ضغط علينا، ضغط 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 لغايه ما جابوا جون، وكمان اتعادلوا، وكمان فازوا. فالاهلي فريق طبعا كبير. الفكره كلها ان انت ما ينفعش تديله الفرصه ان هو يلعب عليك ضاغط طول الوقت، لان هتبقى نتيجه حتميه انه هيجيب في الجون مهما كان الدفاع بتاعك منظم. هتستر معاك مره وهتستر معاك الثانيه، مش هتستر معاك الثالثه. ف يعني افضل وسيله للدفاع زي ما بيقولوا هي الهجوم. انا ما بقولش ان انت تهاجم، بس على الاقل خالص ما تعملش لو بلوك. يعني دايما تعمل ميديم بلوك او دفاع متقدم، بحيث ان انت تقدر ان انت كمان اول ما تخطف الكره تقدر تعمل عليهم هجمات. فانت لو عملت ميديم بلوك عليهم هم كمان هيخافوا ان هم يعملوا عليك ضغط عالي، ولازم يبقوا متراجعين شويه، بحيث ان هم لو انت خطفت كوره ما تخطفهمش وتلعب في ظهرهم. فهتلاقي المباراه معظمها في نص الملعب. انما لو رجعت 10 تحت الكوره وعملت له بلوك هيجي فيك الجون، وممكن يجي فيك التاني والتالت لا محاله. فالزمالك ممكن يلعب بالطريقه دي، بس اوعى 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 يا احمد عبد الرؤوف ترجع 10 تحت الكوره وتوقف الناس وترصهم وترص الاتوبيس والكلام ده كله، هيخش فيك الجوان. الزمالك لازم يلعب بالطريقه دي ويطلع بالناس دي، يبقى هنا كده تمام، ويعتمد ان كده كده الاهلي المهاجم بتاعه ما عندوش سرعات. هو اصلا المهاجم جراديشار بيحب ينزل نص الملعب ويبتدي يسند على الناس وكده، فمش هيبقى فيه مشكله ابدا ان الونش ومحمد اسماعيل لو اتعمل كوره من وراهم هم بسرعتهم وقوتهم طبعا ان هم يلحقوها. فانت لو عملت الشغل ده هتبقى كويس جدا. هي الخطوره كلها هتبقى من الباكين، فلازم احمد فتوح وعمر جابر دايما هم اللي يكونوا صاحيين جدا، عشان لما الكوره تتعمل من وراهم هم لازم يبقوا بيلحقوا. وانت بتلحق الكوره، مثلا لو الكوره هنا وانت بتلحق الكوره ولقيت الدفاع بتاعك راح عامل كده بالشكل ده تمام، اخطر واحد هيبقى دايما هو اللي جاي عليك الوينج العكسي، زي الكوره اللي رفعها زيزو وجابها تريزيجيه. يعني الباك الكوره لو هنا ومع زيزو مثلا وهيرفع، لازم 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 احمد ربيع يخش كده تالت، والباك هو اللي يبقى واخد باله جدا من الوينج، والشكل يبقى كده. في حالة إن الكرة راحت على وينج فاحنا نقلبها أكنها تلاتة، وتلاتة يكونوا طوال وأقوياء وبيعرفوا يلعبوا بالهيد، بحيث إن هي ما تعملش الكرة فينا، ويكون الباك بس مركز إن هو على الوينج القادم، مش هيركز على. لو ما عملش الحركه اللي انا بقول عليها دي، واحمد ربيع مثلا او رقم 6 عامه اللي بيلعب في الزمالك ما نزلش تالت، هتلاقي الباك غصب عنه هتلاقي في واحد زايد من هنا من نص الملعب وليكن مثلا بالرمضان، هتلاقي ده واقف طبعا عشان ما يتعملش الكروس اللي هو اللي تحت. هتلاقي الباك مسك بن رمضان وعمر جابر، هيبقى مركز ان هو يخش هو تالت جوه عشان ما يتعملش الكرة دي، ويقدر ان هو يزاحم الناس في الهيد. هتعمل من وراه او هيخش واحد من هنا في البلايند سايد او الجزء المعمي مش هيبقى شايفه، هيقدر يخش تريزيجيه وممكن يحطها بالهيد بالرجل، او لو جات له الكرة حتى وقف عليها ممكن او يسند ويحط حقارته في البعيدة كعادته، يعني اللي هو بيحب يعملها. الكرة دي شايفها هتبقى اخطر كرة على الزمالك. الكرة دي اول ما الكرة تبقى مع الوينج لازم على طول رقم 6 اللي في الزمالك اللي هو احمد ربيع تقريبا لازم ينزل تالت ويكون الشكل ده، وبنتايج ينزل هنا عشان يسد الثغرة دي، ومثلا عبد الحميد معالي زي ما انا قلت يقف هنا. فالزمالك كده هيبقى في امان في الحالة دي. بس انما طول بقى الكرة معانا لازم نطلع تاني ونشتغل بالشكل ده، ويبقى الزمالك بيطلع بالكرة صح على ناصر ماهر، ونشوف دايما هو هيفضى فين ونلعب عليه. اظن كده انا اتكلمت على الجزء الفني بالكامل بتاع نادي الزمالك، وان شاء الله ربنا يسهل باذن الله ونعمل ماتش كبير قدام الاهلي. واهم حاجه ان احنا نحافظ على الشوط الاول يكون على الاقل خالص بدون اهداف،
ده لو ما قدرناش نخطف فيه هدف. وباذن الله نقدر نعمل ماتش كويس على الاهلي، حتى لو نوصل لضربات الجزاء، حتى لو لا قدر الله حصلت هزيمه، يبقى احنا قدرنا نقف على ارض صلبه مع ناس ممكن فعلا يجي من وراهم خير، او كانوا محتاجين مدرب كويس بس يتصبر عليه ويبتدي يعمل شغل كويس مع اللعيبه. ان شاء الله خير، والف مبروك للزملكاويه، باذن الله اللي جاي افضل يا رب. ويوم الاحد ان شاء الله نقدر نعمل ماتش كويس قدام الاهلي ونكسب بطوله السوبر ونبتدي نقف تاني على رجلينا. السلام عليكم.